هو لزوم درس العلماء أولا، ثم لزوم ومواصلة العلم وطلب العلم. وهذا كما ذكرنا مرارا لا يتحقق إلا إذا أخلص الإنسان النية لله سبحانه وتعالى، وسار في هذا الطريق، طريق طلب العلم، على وفق المنهج الصحيح المرسوم الذي يعني هو موضوع من قبل الشريعة، والعلماء فصلوا وبينوا ذلك. وليس كل شخص له أن يعني يسلك في طلب العلم على هواه أو على طريقته أو على استحسانه، إنما يسير في هذا الطريق على وفق المنهج الموجود المعلوم المضبوط. ومن أعظم ضوابط السير في هذا الطريق، طريق العلم، أن الإنسان كما قلنا يخلص النية ويكون مع العلماء الربانيين الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كبارها، وأن يلزم يعني غرزهم وتوجيهاتهم ودروسهم، ويكون مبتغى في ذلك هو القرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا القرب إلى الشيخ ولا إلى غير ذلك. والعلماء وطريقتهم وهديهم ويعني علمهم هذا كله نستنير نحن به لكي نصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى. فإذا طالب العلم عليه أن يخلص النية لله عز وجل، ثم بعد ذلك يبحث ويسأل عن العلماء الربانيين الذين هم يعني مزكون من يعني قبل يعني غيرهم من العلماء الأكابر، والمشهود لهم بتحري السنة ونصرة السنة والدعوة إلى الحق والتزام الحق، والذين يعني على حسب يعني سيرتهم المعروفة أنهم لا يريدون إلا وجه الله سبحانه وتعالى ونصيحة الناس. فالعلماء الربانيين الذين يعني يسيرون على هذا الطريق هم الذين نحن نمشي معهم، لا تعصبا لهم، إنما نكون معهم لكي نستنير بفهمهم وبإرشاداتهم كي نبقى بإذن الله متمسكين بهذا الحق. وطالب العلم عليه أن يدرك ذلك، يدرك أولا أنه لابد أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى، يدرك أنه لابد أن يتمسك بالحق، ثم يدرك أهم شيء أن أهل الحق هم فلان وفلان وفلان، لكي يجتنب من سواهم ويبتعد عن من هم ليسوا من أهل العلم الربانيين. كيف يحصل الإنسان ذلك؟ عن طريق الاستشارة والاستنصاح وطلب يعني التوجيه والنصيحة ممن يثق بهم ويرى أنهم إن شاء الله ينصحونه ويأخذون بيده إلى يعني بر الأمان وإلى الطريق الصحيح. فإذا الإنسان وفق لهذا ووفق إلى من ينصحه ويرشده إلى أهل العلم وإلى كيفية طلب العلم، فإن شاء الله يستمسك بذلك. لا أنه إذا عرف الحق وعرف كيف يطلب الحق وعرف من هم أهل الحق، ثم بعد ذلك تجده ماذا؟ يتكاسل ويتوانى ويضعف وينشغل هنا وهناك. هذا ما ينبغي. نسأل كثيرا عن العلم وعن طلب العلم والتمسك والتواصي، لكن يعرف ثم يعرف الطالب هذه المسائل كلها، ثم بدأ يجد بعد ذلك ايش؟ يضعف وكأنه لا يتحمل هذا الطريق. فلا بد من الإخلاص. من أخلص لله النية ولا يريد بذلك إلا وجه الله، يعلم أن هذا الطريق وإن كان فيه صعوبة وعقبات إلا أن نهايته حميدة بإذن الله سبحانه وتعالى، نهايته رضا الله وإن شاء الله الفوز برضوانه ودخول الجنة. هذا المقصد من وراء هذا كله، ما عندنا مقصد آخر. الدعوة السلفية لا تقوم إلا على هذا، إلا على العلم الذي إذا أنا تعلمته يورثني خشية من الله سبحانه وتعالى وقرب إليه. هذا مبتغانا في كل ما نقوله وندور حوله. وهناك أهل العلم الذين نحن نستضيء بفهمهم وبإرشاداتهم. هذا الذي لابد أن يكون. ثم على الإنسان أن يتواصل ويعرف أهل الحق كما قلت،
ثم يبقى على تواصل معهم، لا أنه يعرفهم مجرد المعرفة ويلتقي بهم مرة ومرتين بعد ذلك يسمع عنهم سماع، مع أنك عرفت أنهم أهل الحق ويرشدونك إلى الحق، فلماذا أنت بعدت عنهم ونأيت بنفسك عن دروسهم وعن مثل نصائحهم وعن محاضراتهم وعن يعني كتبهم وقراءتها؟ فعلى طالب العلم إذا عرف الحق وعرف أهله أن يلزم ذلك، لأنك ما تريد بذلك إلا ماذا؟ أن تموت على سنة وعلى خير، وتموت وقد ختم الله عز وجل لك بخاتمة حسنة مرضية عنده سبحانه وتعالى. فالشاهد يجب كما أنه يجب أن تخلص النية لله وأن تعرف الحق، يجب أن تعرف أهله وتبقى معهم، وتبقى لأنك إذا ما تواصلت مع أهل العلم ستضعف، ستأخذك الدنيا، قد تأخذك الشبهات أيضا مع الشهوات وتضيع، وترى أن هذا الأمر يعني شاق عليك، وأنا ما أريد أن أكون شيخ، أنا لماذا أطلب العلم وأجي الدروس؟ أنا في النهاية لست شيخ ولا أريد أن أكون شيخ. ليس الهدف أنك تكون شيخ، أنت لا تطلب العلم لكي تكون شيخ، تطلب العلم لكي تعبد الله على بصيرة، تطلب العلم لكي تكون على نور في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الدنيا ممر تمر فيها كيف؟ على نور ولا على بصيرة، على تخبط وظلمة، فلا بد أن تمشي في هذا الطريق على نور وخير. تطلب العلم لكي ترفع الجهل عن نفسك وتقرب إلى الله، هذا هدفك. المشيخ هذه لا تبحث عنها ولا تسأل عنها، إن كنت مخلصا ستأتيك ومجتهدا في العلم وفي طلب العلم والله ستأتيك دون سعي منك، هذه سنة الله سبحانه وتعالى. أما يقول أنا أريد أطلب العلم وأبقى في تواصل مع العلماء وكذا، ثم في النهاية أنا ما أريد أكون شيخ ولا أصل إلى درجة الشيخ، وخلاص في النهاية خليني أنا إنسان على قدر نفسي، لا، أطلب العلم وأبقى ابحث في الحق وفي العلم وفي طلب العلم واسأل لكي تكون على نور وعلى بصيرة، تمشي على وضوح، وإذا مت على خير وعلى سنة. من الذي أحسن وأعلم؟ الذي يحفظ السنة ويفهم السنة ويمشي في جميع شؤونه على سنة وعلى نور، ولا الذي يتخبط أو الذي يعني عنده جهل كثير في هذا الباب؟ الذي يمشي على نور هذا الذي أنت تعيش في حياة تخالط أناس، يعني تواجه أمور لابد أن تعرف كيف تتعامل معها. كل هذا يحصل لك بالعلم. وكيف يحصل لك العلم؟ بأن تتواصل مع أهل العلم، ولا تريد من تواصلك معهم إلا أن إيش؟ تستفيد وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا تقرب إلى شيخ ولا إلى غيره. هذا الذي يجب أن يكون عليه طالب العلم. وأهل العلم الربانيين هم الذين يدعون إلى كتاب الله وسنة النبي عليه السلام ومنهج السلف الصالح، منهج السلف الصالح الواضح الذي ليس فيه تحزب ولا تعصب ولا تقديم للآراء ولا للأهواء. هذا هو المنهج السلفي، ولهم ولا للمنهج السلفي علماء وأهل ودعاة إليه. تعرف الحق سبحان الله من خلال يعني علمهم، ومن خلال يعني كتبهم وتأليفاتهم، ومن خلال شروحاتهم وتوجيهاتهم ونصائحهم للناس ولطلبة العلم عموما. تعرف ذلك الإخلاص منهم، أنهم لا يريدون إلا الخير للناس، تعرف ذلك منهم، ما تخبطوا، ما وقعوا في فتن، ما وقعوا في شبهات، ما وقعوا في مخالفات واضحة ظاهرة. ليس أنهم معصومين يعني لا يخطئون، كل بني آدم خطأ، لكن لا ينحرفون ولا يقدمون أهواءهم ولا يسعون إلى تفرقة الناس. هذا هم العلماء الربانيين الذين نحن يجب علينا أن نكون معهم بالحق الذي معهم، لا نكون مع أشخاصهم أو نتعصب لأشخاصهم أبدا. نحترم العالم ما دام على الحق وينصر الحق، متى ما ترك الحق وترك التمسك بالحق وخالف الحق وعاند على ذلك ونوصح ولم يقبل، والله بعد ذلك لا تعد له كرامة عندنا أبدا، مهما على كعبه وعلى شأنه أبدا. فعلى هذا المنهج علينا جميعا أن نتربى على هذا الأمر، أن نسير على الحق. هذا الشيخ نأخذ منه نحترمه، هذا العالم نقدره ونحترمه ما دام ينصر الحق. رأيناه خالف الحق وهناك من خالفه وأقام عليه الحجة ومع ذلك عاند وواصل على باطله وكابر، فهذا نتركه نحن. هذا منهج الحق والدين، نبقى معه؟ لا أبدا. نكون وراءه نؤيده نسكت عن باطله؟ لا أبدا، لا والله، ليس هذا دين الله سبحانه وتعالى أبدا. فإذا علينا أيها الإخوة أن
نبقى مع أهل العلم ومع الكبار منهم، مع الكبار منهم، لأن الكبار ولله الحمد كبار. ليش سموا كبار؟ لأنهم راسخين في العلم، ما تجد لهم أي زلة يعني واضحة صريحة مخالفة لمنهج السلف، يوالون ويعادون على أهوائهم وعلى يعني اجتهاداتهم أبدا. يجدونهم ينصرون الحق، ينصحون الشباب، يؤلفون فيما بينهم، يدعون إلى التواصي والنصيحة وعدم التفرقة. هذول هم الكبار الذين يجب علينا أن نداوم على السماع لهم والتمسك ب يعني فهمهم، لأنهم يعني بفضل الله سبحانه وتعالى موفقون من الله عز وجل. لا أن نتعصب لهم ونركز على مسألة التعصب، لأن هذا الذي ضيع الشباب اليوم. تأتي فتنة وعلى رأسها شيخ يذهبون معه، لأنهم ما تربوا على إيه؟ على التجرد للحق، تربوا على أن فلان عالم أكون معه ولا يخطئ وأكون دائما وراءه، وإن أخطأ وإن خالف لا أنا أكون معه لأنه فلان، لأنه كان يزكى وكان يقال فيه كذا وكذا حتى ولو. هذا ليس هو منهج الحق. منهج الحق تكون مع إيش؟ مع الحق ومع أهل الحق، ولا تزيغ عن هذا. إذا زاغ العالم خذ الحق واترك زيغه وانحرافه، والله يتولاه. ولا نتعصب إلا للنبي عليه الصلاة والسلام أبدا، لا نتعصب لأحد بعد النبي، نتعصب له يعني لسنته عليه الصلاة والسلام أبدا، ولا نقدم آراء أي أحد على سنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي ينبغي علينا أن نفعله، ولا يتحقق لنا ذلك كما ذكرت إلا بأن نتواصل. واليوم وسائل التواصل أصبحت متاحة وسهلة، تحاول يعني تتابع دروس العلماء الكبار، تتابع توجيهاتهم، تتابع نصائحهم، تتابع تحذيراتهم إذا صدر منهم تحذير من شخص وفلان تأخذ به، لأنهم ما يحذرون من شخص إلا ومعهم الدليل ويقيمون الدليل على ذلك، فتبقى ماشي على نور بفضل الله سبحانه وتعالى. لا تتوانى، ما في أحد اليوم معذور يقول أنا بعيد وأنا ما أستطيع، وأنت في شغلك تستطيع. اليوم النت أصبح منتشر في كل مكان، أينما كنت تستطيع أن تسمع الدروس والمحاضرات والتوجيهات والنصائح وين ما تكون. ما في عذر لأحد اليوم، لكن طبعا المجيء هو هذا الأصل، مجيء إلى حلق العلم والتواصي ويعني الحضور ويعني الاستفادة مباشرة، هذا هو الأصل. لكن إنسان ما استطاع، فيستطيع أن يعني عن طريق هذه الوسائل وهذه الأمور الأجهزة أن يبقى على تواصل واستمرار، لأنه إذا بعد عن العلم سيقسو القلب، وإذا قسى القلب ماذا؟ إذا قسى القلب ترفهت الأبدان، وإذا ترفه البدن أصبح تابع لشهوته، أصبح تابع لشهوة، لم يريد يرضي نفسه. ومن طلب الراحة تعب في الآخرة، وإذا تعب في الدنيا وأتعب نفسه سيرتاح في الآخرة. هكذا، فالقلب لابد أن تغذيه دائما بالعلم، وإلا إذا ما غذيته بالعلم وبالتواصل مع العلماء سيقسو هذا القلب، وإذا قسى القلب سيظهر على نفسك وجوارحك وعبادتك وطاعتك، وستبعد عن ربك. فعلينا بالاعتناء بالقلوب، بأن نغذي القلوب بماذا؟ بالعلم. كيف نغذيها بالعلم؟ بأن نبقى ونرى على أنفسنا لزاما ألا ننقطع عن العلم وعن طلب العلم وعن سماع دروس أهل العلم خاصة الكبار، لكي نبقى على وضوح وعلى بصيرة في جميع يعني شؤوننا. هذا يعني باختصار ما يتعلق بهذا السؤال، وإذا الشيخ عنده إضافة يتفضل. بارك الله فيكم. يعني مسألة التواصل هي صمام الأمان لطالب العلم، فكم من طلاب تواصلوا مع العلماء فنجاهم الله عز وجل من الفتن بسبب تواصلهم وذهابهم وسؤالهم، نجوا، وإلا كان السيل سيجرف. فالتواصل هذا من منهج السلف الصالح، بل النبي عليه الصلاة والسلام دعا إليه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن معي. فلا بد من التعاون
ولا بد من التواصل. ما معنى قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى؟ هذا هو البر والتقوى، أن نتواصل. إنما يأكل الذئب من الغنم التي تذهب وتخرج عن الجماعة. لزوم الجماعة فرض، الجماعة رحمة، والفرقة والبعد عذاب، خاصة في الفتن. نعجب من أناس لا يتواصلون في الفتن وينأى بنفسه فيهلك. لا شك، فالتواصل أيها الإخوة مهم جدا. وأنا يعني أشبه مسألة العلماء الكبار بمسألة الرجل مع أهله وعشيرته وقبيلته. هل يصلح للإنسان أن يستقل عن عشيرته وقبيلته؟ ما يصلح. لابد من التواصل معهم والاسترشاد بخبراتهم في أمور الدنيا. أنا نتكلم إنسان ما يخرج عن العائلة كما يقال، عنده والد، هل يستطيع ولد يستغني عن والده؟ وجود الوالد معه رحمة في إرشاده وتوجيهه، وأن يكون سنده في كثير من المهمات. الولد لا يشعر بقيمة الأب إلا لما يفقده. كثير من المهمات تذلل بسبب وجود الأب، يحمل عنه الأب. الأعمام والعشيرة كذلك، العلماء وجودهم رحمة ونعمة، فالبعد عنهم كما يبعد الولد عن أبيه وعن عائلته، فما يستقيم حاله، يضعف، يستهان به، يصبح يعني يستغل، يستضعف. لا نقول لك هذا لا عائلة له، لا سند له، لا ظهر له. لكن فلان دائما يتواصل ويسترشد، هذا يعني يؤخذ بعين الاعتبار. كذلك طالب العلم، مو فقط أطلق اللحية ولبس الثوب وقصر والحمد لله وخلاص، ويسمع بين الفينة والأخرى كلمة للشيخ فلان والشيخ فلان. لا، لابد أن يتواصل بعقله وقلبه وبدنه مع العلماء، مع طلاب العلم، حتى يبقى دائما في مأمن من الفتن. الدنيا كلها ابتلاء وفتن، الدنيا مثل السيل الجاري. إذا ما كان عندك ما تتحصن به تنجرف. بإيش تتحصن؟ ما هي النجاة؟ تواصلك مع العلماء، كالغنم مع الراعي، وهكذا. فالطالب العلم الصحيح الحق الذي يتواصل مع العلماء ويسأل عنهم ويهتم بما في الساحة من مستجدات فتن، لابد. ربما تأتي هذه الفتنة ستدخل كل بيت، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، كل بيت ستدخل الفتنة، حتى لو هربت من الفتنة تأتيك، لابد أن تحصن نفسك. فلا شك أن التواصل أيها الإخوة مهم جدا، حتى تنجو من هذه الفتن. من لا يتواصل يقع في الفتن، والفتنة تأتي من حيث لا يحتسب ولا يعلم، من الداخل. شوف هذه الفتنة الأخيرة، فتنة محمد بن هادي، كيف جاءتنا من الداخل، ما هو من الخارج. يعني ما رأينا فتنة على الدعوة السلفية مثل هذه الفتنة، أصعب من هذه الفتنة. كان فتن المأربي وعرعور والحلبي يعني تنال الأطراف، ينجو الحمد لله الإنسان بسهولة منها. لكن هذه الفتنة جاءت تقسم من الصف، من النصف. لما يكون الصف موجود ومن الأطراف يحاولون سهل الأمر، لكن يأتي شخص ومن النصف يقطع.
هذا ممكن تأتي وأنت تنجرف معه لا تشعر. فالذي تواصل في هذه الفتنة مع العلماء مع المشايخ نجا والحمد لله، والذي لم يتواصل انجرف وهلك. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. شيخ أسألك سؤال. قد يقول البعض شيخ أو يتبادر إلى أذهان كثير من السلفيين أنكم عندما رددتم على علي الحلبي كانت الردود واضحة وصريحة، وكان ذلك باستخراج ما عنده من قواعد وأصول من كتبه ومقالاته وأشرطته، جمعها والرد عليها قاعدة قاعدة، يعني في كتب رددتم عليه في كتب وفي رسائل وفي كذا على قواعده وأصوله التي تخالف القرآن والسنة. لكن أما الآن قد يقال يعني فتنة محمد بن هادي المدخلي، يعني قد يقال كل ما فعل الرجل أنه حذر من أناس يحمل عليهم مخالفات، عرفت كيف؟ مخالفات صريحة تستدعي مثلا التحذير منهم، ويضرب يعني عنده يضرب لذلك بعض الأمثال وكذا. فكيف يعني ما هو الشيء الأبرز ما عنده من مخالفة حتى يعني يكون الأمر واضح؟ يعني لماذا لم نتعامل معه كما تعاملنا مع الحلبي مثلا، أو لماذا مثلا الشيخ ربيع لم يصدر فيه كتب كالفالح الحربي قواعده وأصوله؟ نعم، المخالف. نحن خلف علمائنا دائما. احنا ليش بنتكلم عن العلماء ودائما مع العلماء؟ خلف العلماء. هذه الفتنة، فتنة محمد بن هادي، جاءت من بين العلماء. كان هذا يعد محمد بن هادي من العلماء الكبار. الحلبي كان معروف، يعني الذي يعني فقط يجهل حاله هو يظن فيه الخير، وإلا معروف الحلبي بأفعاله أنه كان يسير مع الخط التكفيري وخط الإخوان. لكن هذا فجأة شق الصف. التعامل معه بحذر، يعني قوة ضربة هذا الشخص على الدعوة السلفية أقوى من غيره، فلا شك أن التعامل معها مو التعامل مع غيره. أكثر شيء علماءنا يخافون مسألة أن تزيد فتنته، وربما أحيانا تزيد فتنته بسرعة الرد عليه. الشيخ ربيع والعلماء يتأنون حتى ينسحب أو يرجع الشباب عن اتباعه في هذه الفتنة. هذا الذي يأمل الشيخ ربيع، وإلا الشيخ ربيع الذي ذهب عنده منكم يعلم أنه هذا الرجل قد حذر منه وانتهى. لكن الشيخ لا يريد أن يعلن، الشيخ عبد الله البخاري باقي المشايخ، حتى يعني رأفة ورحمة بمن حوله، بمن اغتر به، بمن انساق وانجر وراءه. لكن إن يعني إنسان استفرغ وسعه أو يعني حاول كل ما يستطيع من جهد فوصل إلى مرحلة أنه ما في فائدة، هناك خلاص. لكن الشيخ الآن يرجو من معه ممن حوله، خاصة أنه هذا الإنسان عليه دعوة، فإذا أقيمت هذه الحد هذا تكون أثره طيب على من يعني يختار به أنه يرجع. ويعني صبر العلماء طبعا هذا منهجهم، كما صبر الشيخ ربيع على من غيره سنين أيضا يصبر عليه. لكن من يتواصل مع العلماء يعرف أن هذا الرجل خلاص انتهى منه. يريد الشيخ من حوله. محمد بن هادي لم تكن مسألته فقط أنه حذر من عرفات وفلان وخلاص، لا، محمد بن هادي أنه يدعو إلى تفرقة السلفيين. ما في بلد فيه سلفيين إلا فرقهم. دعوته أصعب وأخطر وأشد. ما هو أي فقط إنه من أجل أنه حذر، كثير إنه حذر منهم وانحلت القضية لما تبين. لكن هذا ما يتصل في الجزائر، في السودان، في أي مكان، في فلسطين، هنا مين اللي فرقنا؟ ما هو كانوا شباب عندنا هون
ويسمعون ويأتون يطلبون العلم. من اللي فرقهم وأبعدهم؟ هذا الرجل. فهو جاء وقسم الصف السلفي. لذلك التحذير منه الآن عن طريق هذه الوسائل وهذه الأشياء والنقولات. مسألة أنه ينزل في كتاب، هذا الشيخ ربيع يرى الفرصة المناسبة يعني، فإن شاء الله يكون الرد. وإلا عند السلفي واضح الأمر، ويقصد ككتاب يعني أو يعني. لكن الشيخ طبعا في موقعه نزل تساؤلات، هذه كلها تدينه. وإن شاء الله الأمر واضح جدا وسيتوضح أكثر وأكثر حتى يحسم. نعم إن شاء الله. المشايخ طلاب العلم ردوا عليه، زي أخونا الشيخ عبد الإله الجهني رد عليه في يعني ويقصد العلماء الكبار يعني. لا، أيدوا الشيخ ربيع والشيخ عبيد. نعم هذا أيدوا، أنزل حلقات كثيرة، 5 حلقات أو أكثر في الرد على ابن هادي يعني باعتبار كأنه كتاب واضح في هذا. يعني أول ما أيضا مرد عليه أخونا الشيخ نزار جزاه الله خير السودان، بين أنه تغير وأصبح ينقلب على السلفيين وأصبح يعادي السلفيين ابن هادي، يعني تنقصه للمشايخ في محاضرة هذه المشؤومة، كيف حذر وتنقص من الشيخ ربيع، حذر من الشيخ عبد الله البخاري، وطعن وغمز في الشيخ عبيد. يعني انتقاص العلماء، تفرقة السلفيين، يعني الدعوة إلى يعني التحذير من السلفيين وأنهم يلحقون بأهل البدع. هذه كلها من مصائب هذا الرجل. ثم يعني يكذب ويقول لبعض السذج كما نقل لنا أن يقول أنا ما مشكلتي مع الشيخ ربيع، مشكلتي مع هذول اللي حذرت منهم. كذاب كذاب. مشكلتك مع الشيخ ربيع ومع المشايخ والشيخ عبيد والشيخ عبد الله. كيف تقول أنا ما هو مشكلتي مع الشيخ ربيع، مشكلتي مع هذول؟ يلا روح تفضل زور الشيخ ربيع إذا كنت صادق. ليش ما تزوره وتسأل عن حاله؟ يبعد عنك 10 دقائق بالسيارة، تقول أنا ما هو مشكلتي مع الشيخ ربيع، مشكلتي مع هذول. يكذب هذا الرجل الذي تبين لنا أنه يكذب. كما قال مؤخرا الشيخ ربيع، إيش قال في الصوتية المؤخرة هذه؟ والله أنه كذاب يا الشيخ، يعني يفتري عليه. لا، هذه بالوثائق ويعطيك كلام يموهك، تطلع تقول هذا الرجل ما شاء الله، وكله كلام فيه معارض وفيه تمويه وفيه كلام غير واضح، ويقسم لك على أشياء كثيرة جدا في هذا الباب. والله ما فعلت، أو والله ما كتبت شيء، والله ما أقريت، والله ما، وبالشيء بخطه وتكون بصوته. يمسكون عليه أشياء بصوته، يقول والله ما قلته وهي بصوته. أخذ عليه تعهد بأنه ما يرد على إبراهيم الحيري وعلى غيره، والله ما كتبت سوداء في بيضاء. يكذب. فهذا الرجل ما هو بس يعني فرق سلفيين وسن سنة الكذب، كل أتباعه يكذبون الآن، وفتن الآن بالتصوير. الآن أصبح، قديما لما كنا نجلس له درس تصوير، تصور، الآن أصبح مفتون، ابنه يصور سيلفي وينزل ويطلع، حدا يزوره في البيت يصور، وين ما يروح أصبح يصور. انفتن بالتصوير، وأتباعه نفس الشيء، كلهم الآن يصورون، يروحون مكان يصورون. نعوذ بالله من هذا، فتنة. الشاهد تفريق السلفيين، طعن في العلماء، سنة الكذب والتمويه، طعن في تبديع السلفيين، الكذب، كل هذا من طوام هذا الرجل. ثم هذا الرجل يعني كما قال عنه الشيخ ربيعي ما يحسن إلا الثرثرة، كلام كلام كلام. رد علمي، هل تجد له رد علمي مكتوب؟ ما فيه رد علمي مكتوب على كل من رد عليه، ما في تجد له رد علمي مكتوب أبدا. وأصبح يجلس مع المخالفين ويمدح المخالفين ويزكي المخالفين، ومؤخرا بخط يده كل من عزاه، وقد يكون فيهم كلام. أصبح يعني رجل ممسوخ شيئا فشيئا. أصبح من كان يحذر منهم الآن يمدحهم أبدا. عبد اللطيف الكردي ولا أبو عبد الحق، هذا عبد اللطيف الكردي، رجل ممسوخ معروف عنه، ضايع حلبي متستر مجرم، أصبح يقول أهلا وسهلا بك. كل المخالفين صاروا عنده إيش؟ مقربين وأحباب. انسلخ الرجل من المنهج، انسلخ الرجل من المنهج، لذلك فتنة أعظم.
لأنه كان منا ويتكلم معنا ومن كبار علمائنا. طيب كان من كبار العلماء أهلا وسهلا، لكن الحق هو الأكبر منه. كيف كنتم قديما تزكوا؟ نعم كنا نزكي، لأن الحمد لله الله كشف لنا حاله بس. والكذب والتغيير المنهج ومحاربة السلفيين. لما يجي يحلف يقسم لي شخص جاءه عند أمام بيتي والله هم في طريق، يقصد الشيخ ربيع الشيخ عبيد الشيخ عبد الله، هم في طريق وأنا في طريق إلى أن نموت. يعني يريدون إما يكونون وراي يا ما في. لا هذا الرجل هذا يقول هذا الكلام سلفي، في سلفي يقول هذا الكلام، في سلفي عالم صاحب ورع يقف في مسجد ويقذف شخص بريء قذف، بعدين يجي يكذب يقول أنا ما قصدت إني أقذفه. يا إذن أنت مجنون لما تقول عاهر عربيد عاهر وتقول لا ما قصدت إنه يعني أنت رجل ما في مشكلة إذن في عقلك. لذلك قال عنه الشيخ ربيع يكذب كذاب. المشكلة كل من يذهب إليه يضحك عليه بالكلام المنسق هذا معسول والمزوق، يقول لك أبدا الشيخ ظلموه مسكين، وإلا رجل والله يعني شيء مسخت السنة حتى في من وجهه أصبح مظلم والعياذ بالله. ففتنته أعظم وأتباعه أشد انحرافا وضلالا من أتباع الإخوان والتحرير والتبليغ والحركيين والمآربة والمغراويين وكل هؤلاء والحلب، كل هؤلاء أشد انحرافا وضلالا. لذلك إحنا يعني بتسألونا أنتوا على موضوع الصلاة، وبيجوا هذول المجرمين بقول لك شوف هذول راح يصلوا عند الحركيين وتركوا مسجد الله. لا والله مسجد الحركيين والله أفضل على ما فيه من بدعة وضلالة من مسجدكم أنتم، فلا تجدوا حرج في ترك مسجد الضلالة الذي فيه عليه رأس من رؤوس أتباع بن هادي هذا الجاهل التبليغ قديما الجاهل الحدادي حديثا، ما له في العلم ولا في العير ولا في النفير، فقط صاحب دعاء زعامة. ذا ترككم له وصلاتكم والله خلف التبليغ والإخوان والهذا على ما فيه عنده من ضلال أهون من الصلاة خلف هذا الملبس الكذاب الطعان في السلفيين. الآن أنتم تعرفون كلمة الشيخنا الشيخ ربيع أن فتنة بن هادي فتنة عبد الرحمن الخالق ما تجي عشر معشار فتنة بن هادي، صح؟ طيب ممتاز. لو أن عندك مسجد الآن فيه إمام ابن هادي وعندك مسجد فيه إمام عبد الرحمن عبد الخالق، وين تروح تصلي؟ لأنه أخف وضلالته أوضح بالنسبة لي، ما يلبس علي وأنا أتقيه والله الحمد. لما تصلون أنتم عند الحركيين تعرفون منهجهم الحمد لله وضوح، بدعتهم واضحة. أما يجي واحد كذاب زي هذا يلبس ويزكي أهل الضلال ويطعن في السلفيين خطب كثيرة، لا صلي عند الحركي لا تزكية له طبعا، إنما أخف ضلالا وضررا من هذا إذن عندنا مسجدين، فيه واحد أتباع حلبي وواحد أتباع ابن هادي، لا تصلي عند أتباع الحلبي. عندنا مسجدين، واحد تبليغي وواحد أتباع ابن هادي، لا صلي عند التبليغي. واحد حركي وواحد أتباع ابن هادي، لا صلي عند الحركي لأنه أخف. ولا تتردد في هذا أبدا، ولو كان هو مشاكله مثل السلفيين أبدا ما يكون عندك تردد في هذا، لأنه هؤلاء أشد ضررا أتباع ابن هادي من الحركيين والتبليغيين والتحريريين وكل هؤلاء الأصناف أبدا. فما يجد إنسان في نفسه ضير يصلي ويتوكل على الصلاة جائزة خلف بر والفاجر، ما حتى الله عز وجل يهيئ للسلفيين إن شاء الله مسجد ويقومون عليه بإذن الله سبحانه، أو يجي بعينهم والله يصلون عند المساجد التي فيها أهل السنة. فالشاهد أبدا فتنته أعظم وأتباعه أشد ضلالا وانحرافا وبدعة من غيرهم. فلا الإنسان يكون في نفسه حرج، لا تتحرج في ترك الصلاة خلف هؤلاء المجرمين. إذا ذهب أخ سلفي إليهم يصلي ماذا فعلوا به؟ هاجوا وماجوا كالثيران الهائجة. ممكن لو ذهبت إلى أي مسجد حركي يفعلون هذا الفعل؟ أبدا. فالحمد لله يعني المسألة واضحة. عداوة هؤلاء أتباع بن هادي للسلفيين منهج السلفي أشد وأشد وأشد من عداوة غيرهم، صح ولا لا؟ إذن البعد عنهم آكد من غيرهم، ولا يجوز أن يخالطوا أبدا هؤلاء. نعم. ذكرت قبل بالنسبة للحزبية
إذا جاءت فتنة فكثير من الطلبة يذهبون مع هذا الشيخ. الآن على من تلقى التبعة قضية الحزبية؟ على من تلقى التبعة؟ على الطلاب أم على الشيخ؟ وكيف نميز بين الشيخ الذي يعصب الطلاب إلى شخصه وبين الشيخ الذي يعصب الطلاب إلى الحق؟ احنا قلنا انه الطلاب خلف علمائهم الكبار، والحمد لله العلماء يعني متوافرون موجودون. إذا أحد من هؤلاء كان متسترا باسم أنه من العلماء ضل الطريق، كيف نعرف الآن؟ نعرف أننا نسأل من هو يعني طبعا أعلى منه، أو من هو مستواه فضلا عن من هو أعلى منه. هذا واجب عليه. هل هذا ما يفعله صحيح أو غير صحيح؟ هذا الذي حصل الآن مع محمد بن هادي. كلنا كنا نسمع له ويعني نذهب ونلتقي به، وكثير صدر من عنده أشياء. صدرت هذه المحاضرة المشؤومة اليتيمة هذه، أن إيش علماءنا يحكمون على هذا؟ فإذا انسقنا خلفه هذا هو التعصب. نعرف أنه ضل بسؤال العلماء الآخرين هل هذا صحيح وما الدليل؟ نسألهم طبعا عن الدليل، فنجد أنه نعم ضل، وأنه كذب، وأنه لبس، وأنه قال الشيخ ما قرأ الأدلة، والحق أنه إيش؟ يقول الشيخ والله قرأتها حرفا حرف، وهذا يقول هو أتباعه إلى الآن لا الشيخ ما قرأ ولا حرف. عجيب هذا. فإذا واحد من المشايخ أو كذا ضل وانتم طلابه، ما بجوز انه ننساق خلف ضلاله ابدا. كيف نعرف انه هذا الضل؟ ما هو انتم بتتعلموا العلم عن مالكم، وهو ما ضل الا لما خالف المنهج الحق السلفي. صار في ايش الاثم؟ ما حاك في النفس. يعني انت بتقول هذا الكلام اللي بيحكيه ما هو اللي بنسمعه الصحيح، ما هو كذا. بتسأل، لك الحق ان تسأل. سمعت مني كلمة فيها ريب، تعال قل لي، او لو سألت غيري ما في بأس. هذا دين، لا تتبع الشخص لشخصه، إنما للحق الذي يدليه. واجب عليك. لكن إذا كنت من يتبع فلان أو يطلب العلم عند فلان يعني عاطفيا وحبا أعمى، طبعا ستنجر خلفه ووراءه. ما في عندنا مداهنات، في سؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كان يحصل كذا. إيش السلف كانوا يرحلون للعلماء. يا أبا عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، خرج عندنا أناس يقولون أنه إيش؟ لا قدر الأمر أنف. لا قدر والأمر أنف. جاءوا من البصرة إلى المدينة مخلصين، وفقهم الله للقيا عبد الله بن عمر رضي الله عنه. هكذا إذا سمعنا أناس، سمعنا طالب علم، سمعنا شيخ أو عالم حتى، وشكينا في هذا لأنه عندنا علم ودراية، فنسأل هل هذا حق أو غير حق. هذا واجب. لذلك الإنسان طالب العلم ما يأخذ عن شيخ واحد إن توفر أكثر من شيخ، وإنما ميزة طالب العلم أنه إيش؟ يكثر من الشيوخ، لأنه هذا الشيخ ممكن لو ضل، ربما يمكن لو مات، لو مرض، خلاص أنت انقطعت له. لا، عندك شيوخ ثانيين الحمد لله. هذا خير عظيم. فالإنسان كلما أكثر من الشيوخ كان هذا إيش؟ تقوية له. شوف البخاري أخذ العلم عن أكثر من 1000 شيخ. هكذا كلما ازداد من الشيوخ كانت ميزة لطالب العلم. فالخلاصة أنه إحنا طلاب علم مع علمائنا، مع المشايخ، مع كل واحد يدعو إلى المنهج السلفي. والله خالف، إما ننصحه أو نسأل غيره هل هذا صحيح الكلام أو غير صحيح. إذا استمر، هو دائما سبحان الله صاحب الباطل لابد أن يعني إن كانت في بدايته يعني في خفاء تظهر بعد حين، لابد أن يظهر. هذا مرض. البدعة والمخالفة كالمرض. إذا أنا مريض
لو أحاول ما أحاول إن أكتم المرض لابد إيش يظهر حتى على وجهي إنه والله هذا مريض الشخص. كذلك البدعة لابد تظهر عليه. أول قال أنا على المنهج السلفي وأنا كذا وأنا كذا، والآن صاروا الناس المخالفين يأتون عنده فيرحب بهم. من خفيت علينا بدعته لم تخفى علينا إيش ألفته. أصبح بن هادي الآن يزكي السحيمي وهو كان يطعن إيش فيه، كان يطعن في أسامة عطايا الكذاب الدجال، هذا أصبح إيش من مقربيه. كان يطعن في عبد اللطيف هذا الكردي، أصبح الآن من يمدحه. وأيضا كان يحذر من بعض هذا والآن معه، وهكذا لابد أن يظهر. سبحان الله، هذه ميزة الدعوة السلفية. سبحان الله، الله عز وجل أعطاها هذه الميزة أنها كشافة تكشف. كل واحد مدسوس يكشف حاله ولو بعد حين، ما فيها تستر. يعني أنا موالي الإخوان وجاي هون أضحك عليكم، لا بظهر، لابد أن أظهر. اللي بيخفي شيء لابد أنها تظهر على فلتات لسانه وعلى جوارحه على معاملاته، لابد. فالإنسان طالب العلم خلف العلماء على الحق معهم دائما. إن خالف أحدهم الحق ما نمشي وراء أبدا، كائنا من كان. لو كان من أقرب الناس إليك. لما سئل علي بن المديني عن والده إيش نأخذ عنه الحديث كيف حفظه، قال هذا دين، والرجل ضعيف لا تأخذ عنه، ضعيف عن والده. شوف كيف ما يصلح إنه إحنا خلاص هذا عشان قريب شو اسمه والله هذا أخي يبقى أخي، لا ما يبقى أخي. ربي إن ابني، لما نوح عليه السلام شو قال؟ إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، ما هو من أهلك هذا ابنك، ما خلاص هلك مع الهالكين والعياذ بالله. ف يعني من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ما ينفع إنك مع هؤلاء عشان القرب وعشان المحبة، وهذا شيخي وهذا له فضل علي وأنا التزمت على يديه. حتى لو أنت التزمت عليه فضل الله عز وجل هذا، لكن إذا ضل هذا ما تمشي. ميزة هذه الدعوة السلفية أنها تمشي خلف الحق، أصحابها يمشون خلف الحق مو خلف أشخاص. الرجال يعرفون بالحق، مو الحق يعرف بالرجال. ندور مع الحق حيث دار، ما عندنا لا قريب ولا بعيد. والحمد لله الله عز وجل حافظ هذا الدين. ما في يعني إلا يكون في من يجدد لهذا الدين. يقول لك والله يا شيخ كلها تتكلم في بعضها، لا نعرف الحق مع مين. لا، الحق معروف، لا تزال طائفة من أمتي على الحق، هذا شيء واضح. فأنت واجبك الآن أن تبحث عن هذه الطائفة وأن تلزم غرزها حتى تنجو، لأن هذه الطائفة هي الناجية كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها. كلها في النار إلا واحدة، لها صفات معروفة. ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال البخاري إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. إذا أهل الحديث خليك مع أهل الحديث، مع من يحيي في الحديث والسنة وينشرها، لا مع أهل البدع والخرافات ومن يمشون خلف المنامات. يعني تأتي لجماعة التبليغ أساس دعوتهم منامات. محمد الياس قال رأيت في المنام أني أخرج فخرجت، والحقيقة هم يتبعون النصارى في الخروج. وكذلك غيره صوفيات، حسن البنا صوفي، محمد الياس صوفي، تقي الدين نبهاني صوفي، أغلبهم من التصوف والصوفية على المنامات. فالإنسان يجب عليه أن يحذر. نعم، هي المسؤولية على، لا شك أن الشيخ يتحمل مسؤولية كبيرة، لكن المسؤولية أيضا على طلاب العلم. إذا عرف طالب العلم الحق وأنه يجب أن
يمشي خلف الحق ويأخذ الحق بدليله. إذا عرف الطالب هذه المسألة لا ينبغي له بعد ذلك أن يتبع شيخ أو يتبع أي إنسان إلا بدليله. فلا شك أيضا المسؤولية والتبعية على أيضا الطلاب، ولا يقول أنا خلف شيخي وأنا لا أعرف وأنا أسأل الشيخ وأثق في الشيخ. نعم اسأله إذا كان هو شيخ من شيوخ أهل الحق، لكن لما تسأله عن فتنة يعني زي هذه دهماء فلا بد أن يرشدك إلى الحق بدليله. فإذا كنت تعرف فيجب أن تلزم، وإذا كنت سمعت منه أنه أرشدك إلى فلان أو علان دون أن يكون معه دليل فلا تتبعه أنت، فلا تأخذ الحق إلا بدليله هنا. فيلزمك أنت أيضا مسؤولية يا أيها الطالب، ولا ترمي الأمر والمسؤولية على غيرك أو على شيخك. الشيخ وظيفته أن يقرب لك الحق بدليله وأنت تعرف ذلك، فعليك أيضا مسؤولية، على الطلاب أيضا مسؤولية. هنا الآن في زيارتكم الأخيرة في العمرة، نعم ارفع صوتك ارفع صوتك. في البيان هذا اللي الطاعون صعقة اللد، أيوة ذكروا يعني شبهة وحلفوا عليها أيمان على أنهم حاولوا زيارة الشيخ ربيع وبذلوا جهد كبير حتى يصلوا إلى الشيخ ربيع، فحال بينهم وبين زيارة الشيخ ربيع هؤلاء الذين حذر منهم ابن هادي منهم الشيخ الدكتور عبد الواحد حفظه الله، فيقولون هذا هو السبب كان في منعهم من الزيارة، وأخذوا يشنعون عليه ويحلفون على هذا إيمان. فبعض الطلبة إذا قرأ أو بعض الإخوة ممن يعرف الحق إذا رأى هذه الكلمة ظن أنها حق وأن هذا بالفعل قد وقع. ما وجه الحق يعني في هذه المسألة؟ الحمد لله لم يوفقوا لأن تكتحل عيونهم برؤية الشيخ ربيع، لأن ما في قلوبهم معروف تجاه الشيخ ربيع وتجاه العلماء، فلم يوفقوا والله الحمد. فهم ليس المقصود من زيارتهم أننا نريد أن نستفيد من الشيخ ربيع لكي يثبتوا ما كان يصلهم من أكاذيب وافتراءات، لكي يقنعوا أنفسهم ويثبتوا على الباطل الذي هم عليه، لكي يقولوا هذا شيء رأيناه بأعيننا، ذهبنا للشيخ ربيع وما أحد استقبلنا، وتكلمنا فلان وما رد علينا أو ما أعطانا كذا. انظروا إذن ما كان يقال لنا ونسمع عنه إذن هو حق رأيناه بأعيننا، إذن يبقون ثابتين على الباطل الذي هم عليه. وهذا نقول عدم توفيق من الله وخذلان لهم، لئلا تكتحل عيونهم برؤية الشيخ ربيع. حتى لو دخلوا على الشيخ ربيع، والله حتى لو دخلوا على الشيخ ربيع إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى سيأخذون بتوجيهاته. هل هؤلاء المغاربة الشذاذ أتباع بن هادي الذي دخلوا عليه وتسفهوا عليه أخذوا بنصيحة الشيخ ربيع الآن؟ ما دخلوا إلى للتسفه ولرمي الشبه والأكاذيب ومجادلة الشيخ بالباطل. فالحمد لله حرموا لنواياهم السيئة اللي كان. كيف تقول أنت لا تقول بالنوايا وتحكم عن النوايا؟ هذا كله ما كانوا يظهرونه قبل ذلك ويكتبونه وما فعلوه مع السلفيين، كل هذا كله إخراج لما في قلوبهم ونواياهم. فلله الحمد خذلوا ولم يوفقوا وهم كذبة، والإخوة سعوا إلى أن يلتقوا بالشيخ، لكن هذا قدر الله سبحانه وتعالى. وأتى هناك أناس بعدهم وفي وقتهم أيضا أناس ذهبوا إلى الشيخ ربيع ودخلوا، لكن هؤلاء سبحان الله مخذولين، خذلوا ولم يوفقوا للدخول فقط. أما أنهم منعوا أو أحد منعهم هذا كذب. عشان بدهم يقولوا الشيخ انهم سمعوا من الطرفين، لكن الله ما وفقهم في هذا. اي طرف ثاني يسمعوا من مين؟ يقولوا ما سمعوا صوتيات الشيخ ربيع المنتشرة في كل مكان. هم يقولوا ان احنا قبلنا الطرفين واحنا شفنا ان ابن هادي ما شاء الله هم حكم من الطرف الثاني؟ هذول الصغار حكم على الشيخ ربيع. الله أكبر لا لوحده هذه فتنة. من الطرف الثاني؟ ما رأوا أحد، هم جلسوا مع يعني ابن هادي ومع أتباعه ما يعني شوفير شحن صار يحكم على العلماء؟ شوفير شحن يحكم على العلماء؟ والله هذه المهزلة والله وصلنا إليه. ها يعني لما قال له والله أخذ الأوراق وأعرضها على العقلاء، هذا هو كلام أي عقلاء؟ كم مرة رحنا نحن على الشيخ ربيع قديما وحديثا وما يتيسر، كل شيخ مريض يعتذر، نروح على الشيخ عبيد ما يصير. أنا تحكم علي أني شيخ كذا وكذا إذا جئتني وزرتني وقلت لك والله أنا ما عندي وقت أو غير مناسب، أو كنت موكل واحد من الطلاب في تنسيق الزيارة وقال لك الشيخ ما هو
ما هو فاضي الآن تحكم علي أو تحكم أنه في هناك حاشية. إيش الكلام الفارغ هذا دليل؟ هل هذا دليل أنهم راحوا على الشيخ بدون تنسيق، وإذا اتصلوا في وقتها والشيخ كان فعلا مريض، الشيخ مريض معذور يعني لابد أنه ليس على المريض حرج يعني معروف، قالوا والله احنا تيقنا الآن، احنا تيقنا اللي كنا نسمع فيه الآن ورأينا، هم جايين عشان فقط يثبتوا هذا انه احنا جلسنا ومكثنا. طيب اجلسوا امكثوا، ايش العبرة؟ ابن عباس ما كان يأتي على أبواب العلماء الصحابة وينتظر الساعة والساعتين وتسف الرمال، ولا ما كان يفعل هذا ابن عباس؟ أحيانا كان يظفر وأحيانا لا. ها اجلس عند ارجع مرة أخرى. كم مرة راحنا ورجعنا ورحنا ورجعنا ورحنا حتى ظفرنا؟ حاولت مرة وخلاص نلت مرادك انه والله الشيخ ما استقبلنا واستقبلنا فلان ورحب فينا فلان ما شاء الله. ها ايش الكلام الفارغ هذا دليل عجيب هذا الامر. اعطينا ادله الان واضحه وصريحه. طيب كيف عبد الواحد الشيخ عبد الواحد يأذن للمغاربه وقال عشان احنا ايش عرف انه احنا ما هم من اتباع؟ طيب لماذا اذنوا للمغاربه ولغيرهم ولهذا الواحد جزائري شو اسمه والجديد هذا بشته ليش اذنوا له؟ كيف اذن لمحمد بن هادي من قبل؟ بل من هو على منهجكم في المدينه كحال الشين وغيره هذا الخسيس، هاي الشيخ ربيع جنبكم روحوا اذهبوا يوكلوا ناس، لكن هم كذبوا وفجروا ومكرين، والحمد لله انهم التقوا بالشيخ ربيع حتى لا ينالوا هذه الميزه انهم راوا الشيخ ربيع. الحمد لله. نروح على الشيخ عبيد يكذبون كذب يعني جاءهم خبر مباشرة، خبر مكذوب فرحوا به ونشروه دون أن يتحروا ويعرفوا الحق. همهم فقط وكذبوا على الشيخ أسد لما قالوا اتصل هذا محمد في الشيخ وقال لهم اذهبوا للشيخ. أنا ما أتكلم مع عبد الواحد، هذا كذب. وقال لهم اذهبوا للشيخ عبد الله البخاري وهو اللي يفتن لكم، كله كلام ما هو صحيح. وإن اعتذروا فيما بينهم هل غيروا المقال وجددوه على الصحيح ولا بقي القديم؟ باقي القديم. ايش ينفع انك اعتذرت او تراجعت في الخاص؟ المهم مقالك اللي نشرته هذا اللي يصحح فيه المقول. هم يجوزون على انفسهم الكذب ونشر الكذب. نسأل الله السلامة والعافية. هذه الفتنة ولله الحمد يعني ننظر إليها من منظار أنها منحة لنا، حيث أنها غربلت الصف عندنا في فلسطين. كان أناس ينتسبون إلى السلفية وليسوا منها، فجاءت هذه الفتنة وكشفتهم ولله الحمد. ففي الحقيقة نفرح نحن ولله الحمد أن إيش تصفت تميزت الصفوف ولله الحمد، ومن كان يعني يظهر السلفية ويمشي معنا على مضض الحمد لله جاءت هذه الفتنة وكشفته فانعزل وانسلخ وظهر أمره للجميع ولله الحمد. فهذه الحمد لله فتنة يعني لها يعني على ما حصل بسببها من تفرق، لكن لها ولله الحمد ميزات ولها عواقب حميدة، بأننا الحمد لله ما عاد في صفوفنا أهل الدخن وأهل المكر والنفاق وإظهار الشيء وإخفاء الشيء وإظهار خلافه. فالحمد لله رب العالمين ما يضرنا هذا. عندهم دائما عبارة يرددوها أنكم أنتم الآن تخرجون أشياء قديمة كنتم ساكتين عنها، فلماذا تظهرونها؟ لا لما سكتتم قديما؟ نعم هذا لعلكم تغيرون. ما غيرت. لا هذا نخرجه ونقول فلان تربى تربية تبليغية، تربية تمييعية، تربية حركية، ولله الحمد ما ظهر منه الآن خير دليل وأكبر دليل على أن التربية الأولى إيش؟
هي التي أثرت فيه وهي الباقية فيه، وأنه ما تركها. الذي يتربى على الاعوجاج ثم يظهر الاستقامة ثم يعود إلى الاعوجاج، نقول إيش؟ قد أظهرت وظهرت منك تربيتك القديمة. إيه نعم. فتربيتك التمييعية بقيت، وتربيتك على عداوة أهل الحق والسلفيين بقيت عندك، وإن حاولت أن تخفيها مرحلة، لكن إيش؟ الحمد لله كشفت في آخر الأمر وظهر أمرك. فبالعكس هذه التربيات هذه أو التأسيسات الأول للإنسان، تأسس فلان على كذا، تأسس على كذا، فإذا كان فعلا ترك هذه التربية السيئة الأولى سيبقى هذا الأمر واضح عليه ويبقى موفق بإذن الله وعلى طريق الحق. لكن لما تعرف أنه ما ترك هذه التربية الأولى، وأنه يدعي ويظهر خلافها، وأنك تلاحظ منه أنه ما زال عليها، فأنت تذكره بها أن هذه إيش؟ تربيتك الأولى، هذه تربيتك التبليغية، هذه تربيتك التمييعية، هذه تربيتك على معاداة الردود ومنهج الردود، إلى الآن ما زالت معك وظهرت الآن على كلامك. فهذا بالعكس هذا يؤكد الانحراف الذي يعني ظهر منه بسبب ما كان عليه قديما. ودليل هذا المرء على أول نشوء. نعم. دليل هذا أنه لما ترك هذه الجماعة من سنين طويلة ما ظفرنا له مثلا بكلمة بهؤلاء أعلام، حتى في رجوع عن الحلبي من 10 سنين إلى اليوم ما في كلمة واحدة معلنة ما تكلم في الحلبي على أنهم تبرأوا من هذا المنهج ومن قواعد إلا منهج السلف ومنهج أهل الردود مباشرة. منذ أن جاءت هذه الفتنة خرج هذا الجاهل السفيه وأعلن البراءة من المنهج السلفي ومن أهل الردود، فهو الآن بريء من المنهج السلفي، والمنهج السلفي منه بريء أيضا، منه براء. هذا ولله الحمد كله يؤكد تربيته الأولى، لا أعلن عن تبرئته عن الحويني ولا عن التبليغيين ولا عن الحلبيين ولا عن هؤلاء. لما جاءت هذه الفتنة مباشرة قال هذه فرصتي، سأعلن البراءة من السلفيين ومن من منهج الردود ومن من يناصر الردود، فجاء وأعلن هذا كله من الخذلان. يعني الآن يصف أهل السنة بأنهم حدادين، والله لا يعرف هذا، لا يعرف الحدادية ولا فتنة الحداد ولا يعرف فتنة بشميل ولا غيره. حتى محمد بن هادي ما كان يعرف محمد بن هادي اللي بيقول لك رحنا ورجي، ما كنت تعرف لا بن هادي ولا الأزهر ولا حد في الدنيا، أنت ما تعرف إلا الحويني وهذه الأشكال. فالآن حتى لأنه توافقتم على المنهج أصبحت الآن تثني. سبحان الله، أصلا كل المداخل عندهم شدة عندهم. الآن صار يعرف محمد بن هادي ويروح عليه وما كان يعرف أحد. سبحان الله، مميز زيهم. هؤلاء عندهم نفاق يا شيخ، عندهم نفاق. الآن تظهروا حب الشيخ ربيع وانكم بتعظموا الشيخ ربيع وانتم في الباطن تطعنوا فيه. ليش النفاق؟ احنا بنقول لكم شيخكم على أخص من الحدادي، قولوا الشيخ ربيع هو ايش؟ حداد انه بيطعن وخلصونا. ليه حتى الآن تراوغوا؟ ليش التراوغ هذا؟ عجيب هذا الأمر. ثم ما الفرق الآن بينكم وبين أتباع الحلبي؟ إيش مشكلة أتباع الحلبي؟ الشيخ ربيع ومنهج الشيخ ربيع، والشيخ ربيع كذا والشيخ ربيع كذا. هذا أيضا الآن روح على الردود على الحلبي وقواعده نفس الآن قواعد إيش؟ ابن هادي. فتوافقوا مع الحلبي، نصيحة ما تضيعوا وقت، روح الآن مع الحلبي لأنه أصبح الحلبي فيه مدح لمنهجه. روحوا مع المأربي وروحوا مع المغراوي وخلاص أعلنوها. ليه النفاق والتحسس الآن؟ أنا لو بعرف إنه أنا خلاص هذا ربيع كذا وهذا خلاص بعلن وانتهت القضية. ليه هذا المراوغة هنا وهناك؟ خلاص عندكم الآن الشيخ ربيع هذا هو اللي بغذي هذول البطانة، هو اللي كذا، انتهوا منه. كونوا زي عبد الرحمن المصري هذا خالد ولا شو اسمه هذا وخلاص. ليه حتى الآن بتقولوا الشيخ ربيع والشيخ ربيع؟ ثم أنا أتحدى الآن ينشر مطوية واحدة في جماعة التبليغ في مسجدي هذا في الليل، مطوية واحدة
فضلا عن انه ايش يقف على المنبر ويحذر من جماعة التبليغ والاخوان والحركيين اللي بيقول لك انا بحذر منه معروف. طيب اعلن هذا الشيء، انت بتحذر امام ناس ودون ناس، طب اعلن هذا الشيء، اعلن هذا الشيء، لابد ان يعرف هذا الشيء، لابد ان يعرف انه مسجد دهمش الان هذا معروف بحذر من كذا، معروف. لابد ان يظهر هذا المنهج، يطفو. ليه التستر؟ ما ينفع هذا الكلام. ولا تقول مصلحة ومفسدة، ما في مصلحة ومفسدة. كل المصالح في بيان حال أهل البدع، كل المصالح. يعني أحد السلف أبو إسماعيل ولا إيش اسمه قال عرضت على السيف 5 مرات. الهروي. لا يقال لي ارجع عن مذهبك، ما هو السبب انه ارجع عن المذهب، السبب ايش هو؟ اسكت عن الكلام في فلان وفلان وفلان، اسكت. وانا ابى. في بعضهم بقول لك احنا وضعنا حساس وولي الامر كذا. نعم ولي الامر يطاع، بس في شيء في معصية او في مخالفة ما يطاع. الكلام في اهل البدع ما توقف عنه الامام احمد في الفتنة. نعم قالوا له لا تحدث، ما حدث. لكن قالوا له لا تتكلم في الجهمية، هل ما تكلم؟ تكلم في الجهمية، ما زال يتكلم في الجهمية. ما توقف عن الكلام في أهل البدع. الكلام في أهل البدع مطلوب. طيب بتقول في مصلحة ومفسدة، هل المفسدة ذقتوها كحديث عمار؟ طيب بس نضرب، نسجن، خليهم يدعوك يستدعوك وتجد الحرارة هذا، ثم تقول والله الآن مصلحة ومفسدة. المصلحة ومفسدة من بعيد ما ينفع هذا الكلام. في أناس يقول لك والله أنا وضعي بيختلف وأنا بديش أتكلم. كيف ما بتتكلم؟ لازم تتكلم. في فتنة ابن هادي لابد أن تتكلم، ملزم. الشيخ ربيع أكثر مرة اللي ما بيبين حاله، ما بيبين موقفه من ابن هادي لا تأخذ العلم عنه، ما يؤخذ العلم عنه. إنه في أناس، في طلاب صاروا يبحثوا عن من هو ساكت فيأخذوا العلم عنه فقط. هذا هو متخصصين الآن. وين الشيخ الساكت؟ والله هذولاك ساكتين بدنا ناخذ العلم عنهم، لأنه هو منهجهم أصلا إيش؟ منهجهم مايل، بس ما بدهم يظهروا. لا، لابد تبين يا شيخ. إذا في هذا ما بينت متى تبين؟ في فتنة خلق القرآن الساكتين والواقفين شو كان موقفهم؟ شو موقف الإمام أحمد منهم؟ خلاص هذول خلاص. لا، بين. الآن في عندك فتنة عظيمة حمت وطمت، فتنة خلق القرآن، قول إنه القرآن مخلوق. بين موقفك الآن، والناس ينظرون الآن. يصبح الناس حتى طالب العلم الماء له أي صيت بيذهبوا له بيقولوا وبتخذوه شيخ وبصير. بين موقفك. إيش المانع تبين موقفك؟ هذا أمر مطلوب. هذا الذي يعني يرمينا بأن حدادية، هذا المجرم اللي في دهمش يقول هذا الحدادية حدادية. لو احنا حدادية ولا الحمد، يعني الشيخ ربيع دائما كان يوجهنا على الصبر والنصيحة. لو احنا حدادية يا أبا مسلم والله لا حذرنا منك من أول ما سمعنا بموقفك المخزي من فتنة الحلبي أو قبل الحلبي، لكن والله صبرنا عليك، وكنا يعني نلتقي بك في المدينة إذا جئت بعدما يعني أظهرت أنك لست مع الحلبي. كنا نسمع عنك وعن مخازيك، وتصلي على بن لادن ومسجدك خلط بلط، وتداهن وتتكلم يعني بكلام يعني يرضي الجميع، وتسكت وتداهن ومنهجك المائع. لكن والله قلنا لعل وعسى، لعل وعسى، لعل وعسى الأخ إن شاء الله نعطي أخونا، نعطيه فرصة فيما بيننا. لو إحنا حدادية يا مجرم وأهل إقصاء وأهل، لحذرنا منك من قديم لما تركت نصيحة الشيخ ربيع وأخذت بنصيحة هذا المدبر ابن عطايا، أخذت بكلامي لما قال لك اعتزل، اترك كلهم، اتركهم. أخذت بكلامي ورحت. لو نحن حدادية لحذرنا منك من قديم، ونحن في المدينة لحذرنا منك وقلنا هذا رجل مميع ضايع،
لكن صبرنا ولعل وعسى وجينا واستقبلناك هنا وهناك وكلام ونصيحة، وجيتنا آخر ما جئتنا جلسة كاملة ساعة ونحن نبين لك وأظهرت لنا وتطأطئ الرأس أنك عرفت الحق. والله لو أن حدادية كما تزعم وتفتري علينا لمن قديم حذرنا منك وانتهينا، لكن والله الحمد هذا أكبر دليل على أننا لا نريد مجرد فقط التجريح والإسقاط كما يدعي هؤلاء، إنما نريد كما كان شيخنا الشيخ ربيع ينصحنا دائما بأنه تواصي، والمريض نعالجه ولا نتخلص منه حتى ما يعد يرجى منه برء. والحمد لله جاءت هذه الفتنة وكشفتك وأزاحتك عنا، والله الحمد هذه نعمة وفضل. والله كنا نتحملك من أجل والله الدعوة إلى وحدة الصف، ولعلك وعسى لعل وعسى أنك يستقيم حالك، تطلب العلم، تعرف الحق، تتمسك مع العلماء، تتعرف على كبار العلم، تبقى معهم، لكن سبحان الله أبيت إلا الضلالة وأن تعود إلى ما كنت عليه. فلله الحمد والمنة أبدا. الحمد لله جاءت هذه الفتنة وكشفتك، ولله الحمد. لو حذرنا منك من قديم ولنا الحق أن نحذر منك من قديم لقلت هذول حدادية مباشرة وهذول، ولكن الحمد لله جاءت هذه الفتنة وكشفتك وأخرجت ما في مكنون قلبك، ولله الحمد والمنة. هذه فضل. أقول لكم هذه الفتنة منح، فيها منح لنا والله الحمد. أزالت كل من كان يحقد على السلفيين، كل من كان يكمر العداوة والضغينة ظهر في هذه الفتنة والله الحمد. فالحمد لله يبقى الصافي بإذن الله. فلا نحزن، خليه يروحوا أبدا، يروح المسجد يروح 10، ما لنا شغل. نحن لا ندعو إلى الكثرة والتكثير، ندعو إلى الالتزام بالحق. الجماعة ما وفعها ولا كنت وحدك، لا نبالي بهم هؤلاء، اتركوهم، انسوهم كأنهم لم يكونوا في حياتكم هؤلاء أبدا، ولا تلتفتوا إليهم ولا تنشغلوا بهم ولا تضيعوا أوقاتكم معهم. إنما هؤلاء سفهاء جهال. من هم الذين الآن يتحركون ويكتبون ويسبون في النت حسب ما يبلغني؟ ما كالنساء جالسين، هذا جالس ورا فيس وهذا كذا وينقل كل أكاذيب، يجي يتكلم مثل النساء يا كذا. ما عندهم إلا البربرة والكلام الفاضي، في عندهم علم أبدا، في عندهم تأصيل أبدا، حفظ ما فيه، فقط السب والشتم للسلفيين والمشايخ السلفيين، ما عندهم إلا هذا. خليهم شغالين فيما هم عليه أبدا، انتكاسة إلى انتكاسة. أي نعم. يعني السلفية ولاء وبراء. لو عندك سلفية يا أبا مسلم لا ظهر عليك الولاء والبراء، تعادي أهل الباطل، لابد من هذا، وتوالي أهل الحق. بيجوا شباب بيسألوك عن التبليغ، بتجي بتموههم، في النهاية ما بيطلع ما هو فاهم شغله، ما تعطيهم أجوبة صريحة واضحة فيها معاني الولاء والبراء، ما في عندك، لأنه فاقد الشيء ما لا يعطيه، ما تعلمت هذا أصلا. هذا هو منهج السرورية، منهج التجميع وتحسين الظن بالكل. يجي يسألك عن التبليغ، يعني أحسن يعني كذا، في عندهم أشياء هذه النصيحة، بين ضلالهم هؤلاء. ففي الحقيقة يعني استلامك لهذا المسجد والله يعني ضلل كثير من الشباب، لكن الحمد لله من أراد الله به الخير عرفك وعرف حقيقتك، ولله الحمد، وتركك، لأنك ما عندك إلا هذا منهج التمييع، ما يتوافق مع منهج السلفي أبدا. منهج السلفي منهج ولاء وبراء، ولله الحمد والمنة. نعم. شيخ، بتعرف انتم الاوضاع الحين على الموظفين بالنسبه للرواتب والشيء صاروا ينزلوا نص الراتب. نعم. فبعض الاخوه بدور عمل اللي عليه شيكات وديون وشغلات زي هيك. نعم. فصح له عمل في سوبر ماركت او في محل تجاري، فالمحل الكل بيعرف انه ببيع دخان وما دخان وشي زي هيك. نعم. بارك الله فيك، كيف وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. إذا أنت تريد أن تعمل في سوبر ماركت، في محل تبيع فيه الدخان والمنكر، ما يجوز هذا، ما يجوز. فاترك هو، ابحث عن غيره، ومن ترك شيء لله عوضه الله خير منه. أما أنك تقول أنا مضطر يعني وأنا عندي كذا والتزامات، وهذا يعني ما يبرر لك أنك تعمل في الحرام والمنكر. ما هو موقفك لما يجي واحد يقول لك أريد دخان أنت تبيعه؟
أنت تعاونتوا، وإلا ما أنت يعني وإن كنت بعضهم يعني تراه ينصح يقول لك لا تشرب الدخان وحرام، لكن كونك بعته الحرام فأنت مش متعاون معه. إيه نعم. فاترك هذا العمل وشوف عمل آخر إن شاء الله، الله يعوضك خير بإذن الله تعالى. مرة دخلت على بائع تبليغ نعم. جالس خلف الطاولة، اشتريت شيء فجاء رجل واشترى دخان. الله. فبقول له التبليغ عن ابتداعي وكذا، بيع الدخان، فالدخان حرام وكذا. فقال صحيح. فلما يعني قلت الحجة وكذا قال لكن بعض العلماء قال حلال. هذا هو. يبحثون عن الرخص ويبحثون عن أساسية، يريد يبرر ما يحلل له الراتب، فيقول في فلان يقول مكروه، فلان يقول كذا. سبحان الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأنت هذا من الابتلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابر. فاصبروا على هذا البلاء واسألوا وادعوا الله عز وجل وهو سيفرج همكم. قريب من التبليغ هذا شيء يقيني. بيبيع الدخان بيقول برضه هو كان متبلغين واليوم يعني صار حتى عقيد فصار أشعر. بيقول ببيع الدخان بس ما بستعمل مصاري بدفعها من الضرائب. ما شاء الله ما شاء الله. هذه صفصطة ولف ودورات، واضح الأمر. النبي عليه السلام يقول إيش؟ الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، اجعلها هذا يا أخي أقل الأحوال من الأمور المشتبهات، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالإنسان يستبرئ لدينه وعرضه، يترك الشبهات. ليش يقع يجعل ماله مخلط بالحرام أو يعني يكون شبه للحرام؟ اترك، خليك مع الواضحات، العمل اللي ما في أي أدنى يعني شك وريبة في حله يعني. وبعدين تشجع أنت الناس لما يجيك شاب يشوف واحد بلحية وملتزم ببيع دخان ويقول لك خلاص ما كل الشيوخ ما يبي تدخن، مع الأسف يعني. مشكلة من رؤوسهم كمان. بدخنوا بتاجروا بتجدهم بالدخان. كيف؟ مسموح يعني.